بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتي، مرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة تعلم الإكسل خطوة بخطوة من الصفر للاحتراف. الدرس الرابع واش راح نديرو فيه؟ موضوعنا اليوم في هذا الدرس راح نكتشفوا أسرار واحد من أقوى وأذكى الأدوات في الإكسل اللي بزاف الناس ما يعرفوش قيمتها الحقيقية، اللي هي لا فاليداسيون دي دوني في الإكسل، والله ببساطة أداة التحقق من صحة البيانات. وشنو هي المميزات اللي تعطينا هذه الأداة في التعامل مع إدخال البيانات؟ هذا اللي راح نكتشفه اليوم. لكن قبل هذا وقبل ما نبداو، ما عليكم غير تصليو على رسول الله وتبعوا معايا. صح، نبداو مقدمة صغيرة برك باش نفهموا واش راح نديرو اليوم. بزاف الناس اللي يخدموا بالاكسل كيدخلوا البيانات تاعهم ويديروا ويدخلوا المعلومات تاعهم، بزاف يدخلوا معلومات غلطة ولا بيانات غلطة بلا ما يفيقوا وبلا ما يحسوا. مثلا كي يجي يدخل قائمة ولا لستة من الكلمات ولا لستة من كلمات، كل مرة كيفاه يكتبها، مرة يكتبها ناقصة حرف، ومرة يكتبها زايدة حرف، ومرة يكتبها سوا. مام كي يجي يدخل لي شيفر ولا الأرقام، ساعات يدخلهم قد ولا ساعات يدخلهم ناقص رقم ولا زايد رقم. كيف التواريخ، مرة الحمد لله مرة يدخل غلطة، مرة عوض يكتب مثلا 2025 يكتب 2027. هذو كي تجي تشوف تبان لك غلطات صغار، مي في التحليل يخرج لك كلش فوق. وهذا مشكل في الإكسل، بيسك راح يصرى تداخل في البيانات ويصعب التحليل. كي يجي يحلل البيانات توقع له مشاكل، بيسك الإكسل أي حاجة تدخلها له بنفس الكتبة يحسبها، يفهمها ويحسبها حاجة، وكيف كي تغير له فيها حرف ولا رقم يحسبها حاجة واحدة أخرى. هذا هو التخمام تاع الإكسل تاعنا. هنا جات هذه الأداة اللي تحقق من صحة البيانات ونسميوها لا فاليداسيون دي دوني. هذه تعتبر أقوى وأذكى الأدوات اللي راح تخليك تقدر تتحكم في إدخال البيانات بإحكام وبلا غلطات. كيفاش نديروها؟ قبل ما نخدموها نديرو طابلو تاعنا تاع ليطا دو سويفي تاع لي فونت، باش نخدمو حاجة واقعية وشابة ونخليو الأمور واضحة أكثر. أول حاجة دخلنا البيانات تاعنا هذو عبارة عن ليطا دو سويفي دي فونت كيما درنا في الدرس الثاني اللي فات. هذا دركا نديرو له طابلو ونديرو له التنسيقات تاعو كيما شفنا في الدرس اللي فات. نجيو هنايا نسيليكسيونيو الطابلو تاعنا بالشكل هذا، ونروحو لاكاي ونروحو نديرو من لي بوردور، نديرو توت لي بوردور بالطريقة هذه. نبدلو شوية الخلفية، نديروها باللون أزرق الفاتح كيما هكذا. نزيدو شوية في حجم الخط ونديروه اونغرا بالطريقة هذه. نروحو نديرو التيتر تاعنا سويفي دي فونت، نروحو نديروه بالشكل هذا الجميل بالطريقة هذه. نروحو نفيزيونيو هكذا ونزيدوله في الخط ولا نبدلوله نوع الخط. اللي توجور هنا نروح عند هذا، يعجبني بزاف لي تيتر
هذا، ونزيدولو في الحجم بالشكل هذا، ونبدلولو بطبيعة الحال الخلفية منا، نروحو الرومبليساج، ونروحو موتيف تكستور، ونروحو نديرولو هذا، ونديرولو خط ثانوي باش نميلونجيو الألوان تاعنا، نديرولو اوكي اوكي، ونجيو اللي تحتها نديرولها كيف كيف بنفس الشكل بالطريقة هذه. نروحو رومبليساج موتيف، نروحو هنايا ونديرو هذا، ونديرو اللون الثانوي تاعو باش يخرج بهذا الشكل الأنيق، وهذا نديروه باللون الثانوي الأخير اللي درناه. شفنا هذا وين هكذا. نروحو الرومبليساج، ومن رومبليساج موتيف، ونروحو هنايا نديرو اللون هذا، ونعاودو نديرو اللون هذا باش يخرج بنفس اللون الأخير بهذا الطريقة الجميلة هكذا. نديرو كيف كيف اللون الأخير. راني نعاود باش تفهمو مليح الطريقة هذه الاحترافية، تعرفو تنسقو في الجدول تاعكم. وهذه بالنسبة للجدول تاعنا. درنا الطابلو تاعنا درنالو لا ميزون فورم وصبغناه كيما تعلمنا في الدرس اللي فات الثاني من نفس هذه السلسلة. دركا ثاني حاجة تعلمنا كيفاه نبدلو الطابلو العادي تاعنا للطابلو انتيليجون. نبدلو الطابلو تاعنا نحولوه لطابلو انتيليجون بطبيعة الحال. شفنا زوج طرق في الدرس اللي فات. الطريقة الأولى من الكلافي دير تعبز على القفلة كونترول تبقى معبز، ودير ال يخرج لك بهذه الطريقة، تسيليكسيونا لك كامل الجدول تاعك. عندنا لي تيتر تاعنا نكروشيو هاهم لي تيتر تاعنا، ونديرو اوكي يتحولنا بهذا الشكل. وكاين طريقة واحدة أخرى تروح لانسيرسيو بنفس الطريقة ودير طابلو وتكوشي ودير اوكي كيما شفنا. حنا حولنا الجدول تاعنا بالطريقة هذه. دركا كي نكليكيو برا، كي نكليكيو هنايا برا ما عندناش لونغلي تاع كرياسيون، بصح كي ندخلو هنايا يمدلنا لونغلي جديدة اللي هي كرياسيون اللي ظهرت لنا. من كرياسيون نروحو لستيل دو طابلو، من لافلاش هذه نكليكي عليها يمدلنا مجموعة من الأشكال، ونروح نخير، ونفضل انايا نخير كلام. شوف يمدلي بلا فورم ولا بلا ميزون فورم اللي درتها عليه من قبل. رجعناه فورما طابلو انتيليجون هكذا بالطريقة هذه. فهمتكم علاش؟ بيس كي نزيدو لي دوني يطلعو معايا اوتوماتيكمون مع لي بوردير والعديد من المزايا. صح في المثال هذا تاع الطادو سويفي اللي راح نديرو مثلا، راح ندخلو لي برودوي تاعنا، ندخلو لي برودوي تاعنا هنايا كامل البيانات اللي راهم هنايا، ومن بعد نديرو تحليل وناناليزيوهم. يعني كي نجي نحوس على اي برودوي، ندير فلتر ولا نحوس على اي برودوي، نلقاه هنا ويطلع لي بالكونتيتي تاعو، بالبري انيتير، بالمونطو، بكلش تاعو. ولازم ما يصراليش تداخل، لازم نحوس ما يصراليش تداخل. ماش انايا نكتب هنايا حاجة ونكتبها بحاجة واحدة أخرى، كي نجي نحلل نلقى حاجة ناقصة في البرودوي هذا، كتبتو غلط هنايا. هذا هو الهدف من الدرس تاعنا، باش ما يصرالناش التداخل في إدخال البيانات. مي كي نجي نعبي البيانات تاعي في كاش نهار مثلا في كاش نهار مثلا، ومع البيانات بزاف تصرالي غلطات. عوض نكتب مثلا ندخل هنايا شاز بار اكزومبل، شاز غلطت ونقصت له حرف ألافا،
درتو مثلا كاش نهار درتو شاز بالطريقة هذه هكذا، بالطريقة هذه كتبتو كيما هاك بلا حرف على الفم بالأو. وعوض نكتب مثلا هنايا بيرو بالشكل هذا، نروح نكتبو بيرو ونكتبو افاك اكس على فا بهذا الشكل. انت كي تجي تاناليزي لي برودوي تاعك وتحسب شكون هو البرودوي اللي يتباع لك بزاف، هنا الاكسل واش يفهم بلي دخلتلو دو برودوي ديفيرون بالنسبة للبيرو وبالنسبة للشاز. هذا فهمو برودوي وهذا فهمو برودوي، كيف هذا فهمو برودوي وهذا فهمو برودوي، مي نتايا كمستخدم ولا نتا اللي دخلت البيانات تاعك راك يبان لك نفس البرودوي. اوكي. وهنايا نوقعو في اشكالية، ما نقدروش نحلو البيانات بطريقة صحيحة، وخصوصا كي تكون البيانات كبيرة بزاف وغلطات تكون بزاف. صعيبة ترجعو تحوس على الغلطة تاعك هنايا كي يكونو البيانات بزاف. هنا ايماجيني هنايا بيانات بزاف وانت غلطت بزاف، مستحيل تقدر تعاود ترجع وتصحح الغلطة تاعك في كل مرة، واصلا متقدرش تلقاها، صعيبة باش تلقاها. مادام ادخال البيانات مهم في التحليل تاعنا اللي جاي، ونوقفوا عليها باش تمدلنا حاجة صحيحة والتحليل صحيح، حنا ثاني عطينا لها اهتمام باش نعالجو هذه الاشكالية. مالا واش نديرو؟ لازم نروحو نبيرسوناليزيو الكولون تاعنا. اول حاجة نروحو نبيرسوناليزيو لي كولون تاعنا كامل. باغ اكزومبل راح ندخلو لي برودوي يا خويا نبيرسوناليزيه تاع لي برودوي، ونبيرسوناليزيو لي بري انيتير، نبيرسوناليزيو ليطا دو بايمون، ونبيرسوناليزيو ليطا ولا تيب دو ريغلومون. كيف هنايا في النيميرو تاع بون دو ليفريزون ولا في لي كليون. يعني مثلا الكولون تاع لي برودوي تاعنا عفوا تاع لي برودوي تاعنا، اول حاجة نسيليكسيونيوه بالطريقة هذه، ونقولولو كي نجي ندخل البيانات تاعي اقبل لي بالشاز هذا، وما تقبليش بالشاز هذا، اقبل لي بالبيرو هذا وما تقبليش بالبيرو هذا بالاكس. قال لازم يدخل غير اللي عندي في القائمة، واللي ما عنديش ما يقبلهاش. اذا صارت لي غلطة يفكرني ولا ينبهني بميساج. يعني كي نغلط ونكتب مثلا الشاز بالطريقة هذه، يبعث لي ميساج يا خويا قول لي يا خويا هذا البرودوي راه ما عندكش في المنتجات تاعك، راك غلط في الكتابة والله في الادخال، عاود صحح. بيسك شوف معايا الاكسل كيفاش يخمم. شوف الاكسل بالطريقة هذه كيفاه يخمم. انت كي تكتبلو مثلا الشاز بالطريقة هذه والله بالشكل هذا يفهمو برودوي، وكي تعاود ياما تغلط وتكتبو هكذا بالشاز هذا يفهمو برودوي واحد اخر. بمعنى ما يفهمش باللي انت غلط، يعني واش كتبتلو يخزنو في البنك المعلومات تاعو، تكتبلو كيف يهزهم بنفس الشكل، تبدلو يفهمو بحاجة اخرى. كيفاش تعرف كيفاه يخمم؟ شوف معايا كي نديرو الفلتر هنايا، كي نديرو الفلتر باغ اكزومبل نلاحظو انو الشاز هذا الشاز افاك او حسبها وحدها، شوف برودوي واحد اخر. والصون او حسبها برودوي واحد اخر، وانت راك حطيتهم بنفس البرودوي.
وهذه إشكالية. كيف البيرو هنايا، بيرو سون إكس و بيرو افاك إكس، داهم دو برودوي ديفيرون. حنا لازم نحلو هاد الإشكالية. الإكسال يجي يقولك ماش مشكل، أنا نعاونك باش تيفيتي لي فوت تاعك. واش دير؟ أول حاجة نبداوها نكريو لا ليست ديرولونت. لا ليست ديرولونت أو قائمة منسدلة، كيما هذه تعتبر قائمة منسدلة. هذه كي تكليكي مثلا على الفليشة هذه هكذا هنا تعتبر قائمة منسدلة. أي حاجة تخرج بالطريقة هذه تعتبر قائمة منسدلة. نروحو حنايا نديرو القائمة، نكرييو أول حاجة باش نيفيتيو لي فوت تاعنا، نكرييو ليست ديرولونت ولا قائمة منسدلة. الحمد لله. إذا كيفاه نديروها؟ واش هما لي زيطاب اللي راح نديروهم باش نتحصلو على قائمة منسدلة هذه؟ بون، أول حاجة توجد لا ليست تاع لي برودوي اللي راح ديرها عبارة عن قائمة منسدلة في بلاصة واحدة أخرى. يعني توجد القائمة تاعك، يا إما توجدها في نفس البلاصة وين راك تخدم هنايا، وكيما تقدر ديرهم في الصفحة واحدة أخرى. هذه المعلومات اللي راح تدخلهم بالطريقة هذه يعتبر لك ولا نسميوهم لا باز دي دوني ولا قاعدة البيانات تاعك. لا باز دي دوني هي عبارة عن بنك معلومات تخزنها بطريقة منظمة وحقيقية، وتسمح لك توصلها بسهولة باش تستعملها في بلاصة واحدة أخرى في أي وقت حبيت. هذه هي لا باز دي دوني تاعك. مثلا هنايا عندنا قاعدة البيانات، فيها كرينا قاعدة البيانات. واش فيها أسماء تاع لي كليو تاعنا، الزبائن تاعنا، وعندنا أسماء عندنا لي برودوي تاعنا، المنتجات تاعنا ولا المبيعات تاعنا، كما عندنا إيطا دو بايمون، وعندنا تيب دو ريغلومون بالشكل هذا. هذه تعتبر قاعدة بيانات بالنسبة للزبائن، الكولون تاع الزبائن، وهذه تعتبر قاعدة بيانات بالنسبة لي برودوي تاعنا ولا المنتجات تاعنا. كيف هذا وجدناهم. هذه حاجة. أول حاجة تروح تكري باز دي دوني تاعك. الحاجة الثانية كيفاش تجيبو قاعدة البيانات هذو كل وحدة في العمود تاعها بطريقة احترافية ومنظمة، باش نديروها اوفيسيال ما نغلطوش. هذه لازم ندخلوها هنايا باش اوفيسيالمون ما نغلطوش. واش هما الخطوات ولا لي زيتاب اللي نديروهم باش تحصلوا على لا ليست ديرولونت؟ الخطوة الأولى اللي راح ديرها هي تروح تسيليكسيوني، نسيبريميو هذو. أول حاجة تروح تسيليكسيوني وين حاب تدخل لا ليست ديرولونت تاعك، وين حاب تطيح لك القائمة تاعك اكزاكت. تبعوني مليح دوك تفهموا. نسيليكسيوني كامل الكولون تاع لي برودوي تاعنا. ابري وين نروح لونغلي دوني، تكليكي عليها بهذا الشكل، ومن دوني هذه نروحو للأداة هذه ولا الأيقونة هذه فاليداسيون دي دوني، تكليكي عليها بالطريقة هذه تخرج لنا هذه النافذة. شوف معايا، تخرج لنا هذه النافذة. وين نروحو هنايا وين اوتوريزاسيون، اوتوريزي هنايا، تروحو وين اوتوريزي، تكليكي على لا ليست ديرولون تاعك ودير اوتوريزي ان ليست. يعني انت في الحالة هذه راح تدخل قائمة او ليستا، دير اوتوريزي ان ليست بالشكل هذا. ونروحو شوف واش اوتوريزي لك، يمدلك الكريتير تاعك، الكريتير اللي راح ديرو هنايا واش هو. يعني يقول لك واش هي لا ليست اللي راك حاب ديرها في الطابلو تاعك.
كوم لا ليست دي رولونت، روح جيبها لي وانا نخدمها لك بطريقة احترافية. منين نجيبها هذه؟ قلنا كريينا لا باز دي دوني تاعنا، هنايا يطلبها عليك، يقول لك روح جيبها لي من لا باز دي دوني تاعك. اوكي نورمال تروح تسيليكسيوني هنايا في لا زون هذه وتخرج بالطريقة هذه. نروحو نكليكيو على قاعدة البيانات هنا في الصفحة هذه، وكيما تقدر تسيليكسيوني منا أي معلومات اللي درتهم عادي. تروح هنايا قاعدة البيانات تاعنا تاع لي برودوي راهم في قاعدة البيانات، نديرو هكذا ونروحو نسيليكسيونيو منا حتى نديرو نسيليكسيونيو كامل لي برودوي تاعنا، وما نسيليكسيونيوش تيتر، بيسك لو كان سيليكسيونيو التيتر يظهر لنا عبارة عن برودوي، حنا ما عندنا ما نديرو به بالشكل هذا، ونديرو اوكي. اي فوالا كملنا. كي نروحو للكولوم اللي سيليكسيونيناه، لو كان تروماركي معايا، شوف كي تروماركي معايا، كو كان تروماركيو معايا نشوفو بلي خرجت عفسة جديدة هنا وهنا وين ما سيليكسيونيته حتى لهنا. هنا ما كانش، ما سيليكسيونيتش، هنا تخرج لي عفسة جديدة. خرجت لنا هاد لافلاش، شوف كيفاه نكليكي عليها واش تعطي لي. شوف اسبان زومي، شوف كليكي باغ اكزومبل هنايا، زومي شوية ونكليكي، يمدلنا كامل ليستا تاع لي برودوي اللي درناها في لاباز دي دوني من التيفي حتى الموبيل، كيما هنايا من التيفي حتى الموبيل. هكذا بالطريقة هذه. دروكا درنا لا ليست دي رولونت تاعنا اللي راح نخدمو عليها باه اوفيسيال ما نغلطوش. باغ اكزومبل راح تسيزي البيرو بالطريقة هذه، نخيرو تسيزي البيرو بالشكل هذا، والمنتوج واحد اخر باغ اكزومبل هكذا امبريمونت، والمنتوج واحد اخر نديرو ريفريجيراتور بالشكل هذا. اول حاجة كي دير لا ليست هذه دي رولونت ما تشقاش تكتب بيدك، هذه حاجة. الحاجة الدوزيام والميور واللي على جالها خدمنا هذا ليطا، تمدلك البيانات بلا غلطات، كي تدخل البيانات اوفيسيال بلا غلطات. وزيد لو كان تخدم ولا تدخل اي حاجة ابار هذيك اللي في الليستا كيما هنايا، شوف واش يصرى. ندخل مثلا، نغلط مثلا نكتب الاسم هنايا مثلا عباس، شوف واش يمد ليا. شوف يقول لك ما تكزيستيش عندي، يقول لك عاود، سيبريميها وتعاود. شوف كتب مثلا حددو الطريقة هذه، ندير اونطري، شوف كيف يقول لك غير صالحة وما تكزيستيش عندي في القائمة. صح، نعاودوها درك القائمة هذه، نعاودوها للناس اللي ما فهمتش. هكذا خرجوا شوية بيانات اللي هكذا بالطريقة هذه، نعاودوها الناس اللي ما فهمتش. بصح المرة هذه نديروها مع تيب دو ريغلومون ولا ايطا دو بايمون. نعاودوها هنا كيما نقدروا نعاودو هنا. تبعوا معايا حبة حبة، نتأكدوا أول حاجة درنا قاعدة البيانات تاع هذه ايطا دو بايمون، كتبناها هنايا ايطا دو بايمون، قاعدة البيانات تاعهم. كيف تيب دو ريغلومون واش فيها، كيما ليطا دو بايمون يعني بيي نون بيي بارسيالمون بيي، وهنايا تيب دو ريغلومون الصيغة اللي صيغة الدفع، يعني بالشيك ولا بليسبيس ولا فيرمون بونكار ولا فيرسمون ولا بايمون اون لين كيما الذهبية. تأكدنا بلي كاينة قاعدة البيانات تاع كل وحدة. الحاجة الثانية قلنا
نسيليكسيونيو المجال تاعنا هذا كامل اللي حابين تكون فيه لا ليست ديرولونت تاعنا، وتروح للدوني، لونغلي تاع الدوني. حنا تعرفنا لاكي وتعرفنا انسيرسيون، كيما دركا راح نتعرفو على دوني. تروح من دوني تروح فاليداسيون دي دوني، تخرج لك هاد النافذة. واش دير؟ تروح دير اوتوريزي ان ليست من لا سورس. وشنو الكريتير تاعك؟ تروح لقاعدة البيانات، حنا درنا ليطا دو بايمون، درنا ليطا دو بايمون هايليك هكذا بالشكل هذا، ودير وتقولو يا خويا اوكي هكذا، يمدلك الليستة تاعك بهذا الشكل. قال هذا بي، هذا نون بي، هذا بارسيالمون بي، تسمى نسلك غير نص، هذا نون بي، هذا بارسيالمون بي، وهكذا يا خويا. ودرت القائمة تاعك بهذا الشكل بهذا الاحترافية. صح دركا نمدلك الحالة العكسية، مثلا نتا درت القائمة هذه، نعاودوها هنا، نعاودو نزيدو واحدة أخرى هنا. الناس ما فهمتش، أول حاجة تسيليكسيوني وتروح، لازم تركز هنايا تيب دو ريغلومون، لازم تروح تجيب القائمة تاعك اللي تبع التيتر تاعك. تروح دوني، من دوني فاليداسيون دو دوني، وتروح دير مادام هي قائمة تروح توتوريزي ان ليست، وتروح هنايا للزون هذه، وتروح تجيب المجال تاعك ولا الكريتير اللي راح تخدم به وديرلو اوكي. تظهرنا بالشكل هذا، مدلنا بالشاك بي بار شاك، مدلنا بالفيرسيومون، هذا ما مدلناش نسيبريميوه ما نديروهش. نون بي بارسيالمون بي مدلنا باغ اكزومبل فيرمون بونكار، هذا ما مدلناش. هذا بارسيالمون بعثلنا بايمون اون لين، وهنا ما مدلناش. بهذه الطريقة تندار لا ليست تاعنا. دركا قلنا نروحو للحالة العكسية في حالة ما إذا نتا درت لا ليست تاعك وبغيت تسوبريميها. واش دير؟ تعاود نفس الخطوات. أول حاجة تسيليكسيوني بهذه الطريقة، وين كاين لا فلاش هذه تسيليكسيوني، وين كاين لا فلاش يعني وين كاين القائمة المسددة تاعك بهذه الطريقة. تعاود نفس الخطوات عفوا، تروح لدوني، من دوني تروح لفاليداسيون دي دوني، وتروح دير إيفاسي تو ودير اوكي. هكذا تروح لك القائمة كامل، وتقدر تكتب تزيد أي حاجة هنايا عادي وما تمنعكش. اوكي اوكي متفاهمين؟ حتى لهنا متفاهمين؟ متفاهمين. هكذا نديرو اوكي. هنايا ولات لا ليست تاعي ما عنديش وراحت لي نهائيا، تسوبريمات نهائيا. هذه بالنسبة كيفاش نديرو لا ليست ديرولونت. ليست لا ليست قائمة، شوفو اوتوريزي ان ليست، باش نشوفو حوايج واحد اخرين. هذه بالنسبة كيفاش نديرو لا ليست ديرولونت وكيفاش نسوبريميوها. نعاودو نرجعوها باغ اكزومبل هنايا نسيليكسيونيو نديرو دوني فاليداسيون دي دوني ونأوتوريزيو ان ليست، ونروحو لازون تاعنا ونجيبو هاد لي كريتير بهذه الطريقة ونديرولو اوكي. نخرجو بي بار شيك، نون بي ما بعثلناش، بارسيالمون الحمد لله بعثلنا فيرمون بونكار، هنا ما مدلنا والو. هنايا بارسيالمون نديروها بايمون اون لين بالباي بال ولا درنا بالكارت الذهبية، صح. وهكذا نخلي كل حاجة تكون منظمة واحترافية، وباش ما ندخلش حاجة غلطة. هكذا تكون النتيجة اوفيسيال 100% بكل دقة، والطابلو يكون انتيليجون ويرفض لي الغلطات تلقائيا ويرفض لي الغلطات تلقائيا. دركا بعد ما درنا القائمة منسدلة ولا لا ليست ديرولونت تاعنا، نروحو نكتشفو حاجة شابة ومليحة بزاف. هي يجي واحد ما يعرفش، المستخدم واحد اخر ما يعرفش، ما يفهمش هذا الميساج واش كتبلو. شوف كي يجي يدخل ما يفهمش الميساج هذا، حنا نروح نبيرسوناليزيوه
ونديروه بالطريقة تاعنا. الحمد لله، عفوا، بالطريقة تاعنا. هذا الخاصية تخليك تعلم المستخدم اللي يجي موراك مام يكون يعرف والله ما يعرفش، ديرها له تعاونو كيفاش يعمر ويعبي البيانات تاعو ويفهم واش انت درت من قبل، بمعنى تعطيه توجيه صغير وملاحظة إرشادية باش ما يغلطش في إدخال البيانات. مثلا كي يجي يكتب مثلا كلمة بيرو هنايا هكذا بالطريقة هذه، بيرو، يقعد يدير اونطري ما يقبلوش، ويعاود يكتبها ما يقبلوش، وما يفهمش علاش الإكسل ما حبش ياكسبتي، وهو ما يعرفش يقرا الميساج هذا. انت ما عليك غير دير له هذه الخاصية. كيفاش نديروها؟ سهلة. الخطوة الأولى تروح تسيليكسيوني المجال تاعك ولا الخانات اللي فيهم القائمة المنسدلة، لازم تكون فيهم القائمة المنسدلة هكذا اللي درناها قبل. نروحو لدوني، ابري ما سيليكسيونينا نروحو لونغلي دوني، من دوني نروحو نفس الشيء نروحو لفاليداسيون دي دوني، نكليكيو عليها. اصبر هنايا شوف القائمة المنسدلة درناها من لوبسيون هذه، عندنا 3 تبويبات، تبويب اوبسيون، ميساج دو سيزي و ميساج الار ديرور. حنا تعلمنا كيفاش نديرو من اوبسيون هذه. اوكي، دركا نروحو للتبويب الثاني هذا تاع الميساج بالطريقة هذه، نكليكيو عليه نشوف واش يخرج علينا، نشوف واش يخرج عندنا. تظهر بهذا الشكل. واش يقولك؟ لافيشاج ميساج دو سيزي سويفون، قالك واش راح تافيشي لي، اكتب لي تيتر واكتب لي الميساج اللي راح الانسان اللي يجي ترشدو به. بار اكزومبل هنايا نقولو انتبه، نرجعوها بالعربية وانت ثاني اكتب كيما بغيت، بالعربية بالفرنسي بالانجليزية كيما بغيت. ندير انتبه بالطريقة هذه هكذا. بالشكل هذا. وهنايا يرجى تكتب له مثلا يرجى النقر أولا بهذا الشكل، ثم اختر العنصر الذي تريد هكذا، وتكتب له شكرا بالطريقة هذه ودير اوكي هكذا. لو كان تلاحظوا كي تروح للقائمة تاعك هنايا، كي تروح للقائمة المنسدلة، وين درت القائمة المنسدلة لا زون هذا، جوست كليكي على وحدة من الخلايا تاعك يظهر هذا الميساج. شوف راني برا، كليكي في برا هنايا، هنا جوست نكليكي داخل خلية فيها قائمة منسدلة تاعنا، شوف واش يظهر لنا. السيد قبل ما يبدا يكتب يكليكي هنا، شوف واش يقول الميساج هذا، يقول انتبه يرجى النقر أولا ثم اختر العنصر الذي تريد إدخاله. شكرا. هنايا راني قلت له بالك أول حاجة ما تكتبش بيدك، روح كليكي هنايا وخير العنصر اللي بغيت تدخله. هذه حاجة. الحاجة الثانية نروحو للتبويب. التبويب هذا شغل يظهر قبل تعلمو، قبل ما يكتب. بار اكزومبل هذا ما كانش، هذا تحط هنا هو ما شافوش، كي حل الفيشي تاعو كي لض طلع له هنا. كاينه لاستوس واحدة أخرى دارتها مايكروسوفت إكسل اللي تخليه يفهم واش كاين. شوف
نروحو نسيليكسيونيو ونعاودو نديرو ميساج واحد اخر يسميوه ميساج داليرت ديرور. هنايا واش دير تسيليكسيوني و تروح للدوني و تروح فاليداسيون دي دوني، كاين تبويب واحد اخر ثالث يسميوه اليرت ديرور، تكليكي عليه. شوف هنايا الفرق بينه وبين الميساج هذا. شوف ميساج دسيزي عندنا التيتر وعندنا الميساج دسيزي، مي هنايا عندنا التيتر ميساج ديرور وعندنا هنايا ستيل تاع الميساج تاعنا. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. هذه باختصار تبعث للمستخدم رسالة تحذيرية، رسالة تحذيرية تنبيهية أري، ومن بعد تحذرك والله إعلامية. بعد ما يكتب المستخدم أي حاجة غلطة، بعد ما يكتب، ركزوا معايا، بعد ما يكتب الأولى ميساج تيزي قبل ما يكتب يحط له الميساج هذاك ولا الكومونتير هذاك، مي هنايا بعد ما يكتب وغلط في حاجة يقول له باللي راك غلط عاود. هذه لو كان تلاحظوا فيها عفسة زايدة بارابور ميساج دو سيزي اللي هي ستيل تاع الميساج تاعنا كيفاه يجي. أول حاجة نتا تخير ستيل، قال نخيرو أري بالطريقة هذه، وهنايا نكتب له بار اكزومبل هنايا توقف هكذا. يرجى التحديد أولا، يرجى التحديد من القائمة ثم إدخال العنصر المحدد بالطريقة هذه، ونقول له شكرا على تفهمك. شوفه خيرنا ستيل أري، التيتر درنا توقف، وهنايا كتبنا الميساج تاعنا ونديرو اوكي. بار اكزومبل جيت هنايا مستخدم واحد اخر ما نعرفش واش درت نتايا، نجي نكتب هنايا البرودوي تيفي ولا بيسي بالشكل هذا، بيسي بالشكل هذا، وندير اونطري. شوف واش يكتب لي في الميساج، يقول لك راك غلط هكذا، احبس، يرجى التحديد من القائمة. يدلك ثاني هذا ما شفتوش انت، هذا راح للجهة الأخرى، وانتيا لازم تزيد له عفسة واحدة أخرى ولا أستوس واحدة أخرى يخليه يفهم إكزاكت انت واش درت. واش دير هنايا؟ دير له ميساج داليرت، يرجى التحديد من القائمة ثم أدخل العنصر المحدد. يعني هنايا تقولوا راح نعاود، يعني نكليكي على فلاش هذه هكذا ونحدد بالطريقة هذه، مثلا نبدلوها تيفي، والله نعاودو نرجعوها كليماتيزور بالطريقة هذه. وستيل اللي شفناه هذا ستيل هذا كي ديرو اري يمنع تكتب اي حاجة، هذا يمنع تكتب اي حاجة. هذا هو الهدف تاعنا احنا. هذه بالنسبة لستيل اري. النوع الثاني من الرسالة افيرتيسمون كي نديروها مثلا هنايا افيرتيسمون، شوفه تحذيرية، يبعث لك. شوف نديرو اوكي ونجي هنايا نكتب بيسي بالشكل هذا. كي ندير اوكي واش يقول لي احبس، يرجى التحديد من القائمة ثم ادخل العنصر المحدد. شكرا. واذا حبيت دخل واش كتبت دير وي، واذا ماكش حاب ندير نو. تسمى هنايا ما يمنعنيش نبدل ولا ما نبدلش، نكتبو عادي مالغري عندي لا ليست دو رولاند، بصح يسمح لي انو نبدل. شوف ندير وي نورمال، يتكتب لي عادي مالغري ما كانش في لاباز دي دوني تاعنا. هذا نوع واحد اخر. النوع الاخر تاعنا، تسيليكسيوني وتروح تبدل
وتروح تبدل في الستيل تاعنا هو انفورماسيون. هذا نوع واحد آخر أو رسالة واحدة أخرى إعلامية، ميساج دانفورماسيون. كيف المستخدم مثلا يجي يكتب قيمة ولا كلمة ولا من القائمة هذيك في لا ليست دي رولونت، يطلع له هذا الميساج الإعلامي. شوف كي ندير أوكي، شوف حتى تبدل الأيقونة، ندير أوكي، شوف ندير أونطري، شوف نعاودو نسوبريميوها بهذا الشكل، ونعاودو نديروها من دار جديد هكذا. نوتوريزيو ان ليست ونروحو من قاعدة البيانات نجيبو لا ليست تاعنا ونديرو اونطري بهذا الشكل. كي خلطنالو لي ميساج ولا ما فهمش واش درنا، دركا نعاودوها من دار جديد ونديرو ميساج دانفورماسيون هكذا. نروحو دوني فاليداسيون دي دوني، ونروحو الميساج تاعنا نكتبولو، نحددو ستيل تاع الميساج تاعنا، نكتبولو مثلا أنا نبغي نكتب العربية انتبه، أنا نرجع الإدخال كذا، اكتب كيما حبيت أنا، غير نسيي برك الإدخال من القائمة. شكرا. هذا برك مثال، نديرو اوكي. شوفه نورمال عادي جدا، نبدل. بصح كي نجي نكتب ندير اونطري واش يقول لي؟ انتبه يرجى التأكد من القائمة، شكرا. ويقول لك دير اوكي اذا حبيت راح تدخله، دير اوكي. هاني دخلته بالطريقة هذه. يعني باختصار ميساج ستيل تاع، شوف باختصار نديرو لا ديفيرونس بيناتهم، ميساج دو سيزي والميساج دالير ديرور. ميساج دو سيزي هنايا يظهر لنا قبل ما ندخلو البيانات تاعنا، في حالة ما إذا ما شافوش، في حالة ما إذا نقولو المستخدم ما شافوش تبدلت له البلاصة على بالك يصلح يدي بلاصة، واش نديرو له الميساج الثاني لازم يظهر. هذا وقتها يظهر بعد ما دير الإدخال تاع البيانات تاعك وتغلط. أبري ما تدخل يخرج لك الميساج هذا. انت الميساج هذا انت دير له ستيل تاع الميساج كيفاه يخرج ديرو اري، يعني يمنعك من باش تبدل وتكتب الميساج تاعك عادي باش تفهمو التيتر تاعو وتكتب المحتوى تاع الميساج تاعك. كيما تقدر تحذرو بصح يموديفي، تخير هذا النوع ولا هذا الستيل، مي كي يدير وي او يتموديفالك واش كتب. كيف هنا يعلمك برك، يعلمك بصح يقولك اذا راح تدخل المعلومة هذه هي كاينة قائمة، بصح في حالة ما اذا راح تدخل واش كتبت دير اوكي، يدير اوكي. يعني باختصار المفيد اري يمنعك باش تكتب نهائيا، زوج هذا ما يمنعكش باش تكتب الحاجة اللي درتها، ويغلب لا ليست دي رولونت اللي درناها. لا ليست دي رولونت تولي ما تاكزيستيش، يغلبها كي تبدل النوع زوج هذا تغير دير وي ولا اوكي، تتبدل واش راح تكتب. مي حنا الهدف تاعنا هو ماذا بينا نديرو لا ليست دي رولونت، وباش ما نغلطوش نديرو الميساج اري بالطريقة هذه، ميساج ضاري. كل وحدة والاستعمال تاعها. على كل حال حنايا باش ما نوقعوش في الغلطات نديرو اري اوكي. متفاهمين حتى لهنا. هذه بالنسبة كيفاه نديرو ليست. هنايا بالنسبة كيفاه نديرو ليستا تاعنا، يا اما حساب المغزى، احنا حساب لي برودوي، حساب ليطا دو بايمون، وحساب تيب دي ريغلومون، يعني وين ما كاينة القائمة تخدمها بالشكل هذا. دروكا نروحو نديروها بالنسبة للدات في التواريخ، وين ما تلقى الدات
راح نديروها بالطريقة هذه باش ما نغلطوش في أي تاريخ. واش هما الخطوات اللي راح نديروهم بنفس الخطوات. شوف، بنفس الخطوات راح تسيليكسيوني أول حاجة، تسيليكسيوني لي دات تاعنا، المجال تاعنا اللي فيه لي دات تاعنا هكذا، وتروح للدوني وتروح للفاليداسيون دي دوني، تخرج لك النافذة هذه كيما خرجت لنا في لا ليست. وين تروح تأوتوريزي. قبيلة درنا القائمة كي عندنا قائمة من الكلمات ليستا، دروكا حنا عندنا لي دات، عندنا تواريخ. واش نروحو نأوتوريزيو لا دات تاعنا بالشكل هذا ونقولولو اكسبتي لي غير لي دات لي راح نديرهم هنا بين الفترة هذه والفترة هذه. مثلا اليوم 21/10/2025 ونديرو لا دات اللي راح نديروها مثلا 21/11/2025. مثلا الليطة تاعنا دو سويفي راح نديروها في شهر ونديرو اوكي بالشكل هذا. شوف ما كانش في لافلاش هذيك، مي هنايا كي شغل عندك قائمة محددة ما تخرجش من هذاك. مثلا نديرو 20/10/2025 ما يقبليش. شوف ما يقبليش، يقول لي راك خارج المجال اللي راك محددو من قبل. كيما نقدرو نديروها تاع عام كومبلي، نعاودو نحددوه بنفس الشكل بهذه الطريقة. نروحو لدوني فاليداسيون دي دوني ونحددوها كيف عام، نبدلوها 2026 وندخلو هنايا أي حاجة في المجال هذا من 21/10/2025 حتى 21/10 ولا 11/2026 دخل يقبل لك عادي بهذه الطريقة. كيفاش نديروها نسيليكسيونيو كيما شفنا هذا وين، ونروحو للدوني توجور نروحو لفاليداسيون دي دوني ونروحو نأوتوريزيو. شوف سوبريميو بالطريقة هذه، نروحو لدوني فاليداسيون دي دوني وتخرج لك بالطريقة هذه وتروح أوتوريزي لا دات تاعنا لي دات. استغفر الله. هذه يمدلنا لا دات دو ديبي و لا دات دو فان. حنا بار اكزومبل راح نديروها عام، في ليطة تاعنا راح نديروها عام من لو 1er janvier 2025 حتى لو 31/12/2025 بالطريقة هذه ونديرو اوكي. هنا كي تكتب اي تاريخ يكون خارج المجال، مثلا هنا لو 1er janvier 2025 يقبلها. كي تغلط نتا دير لو 1er janvier 2024 شوف واش يصرى، شوف واش يقولك. برك موديفيو لا دات تاعنا الميساج تاعنا هنا ما يقبلكش، يأكسبتي لك غير اللي كاينة في المجال تاعك. كيما نقدرو نزيدو لها دركا ميساج داليرت و ميساج دسيزي. تروح هنايا دوني فاليداسيون دو دوني وهنايا تكتبلو انتبه اكتب ولا انقر على الخلية وحدد التاريخ الذي تريد. شكرا. بهذه الطريقة هذا نسميوه ميساج دسيزي، يخرج برك إعلام. يشوف وين نروح. حنا كي يصرالنا عفوا كي يصرالنا المشكل هذا انتقلنا هنايا
ولا يبدل البلاصة تاعو ما يشوفوش المستخدم. حنا واش نزيدو ميساج داليرت نروحو هنايا دوني فاليداسيون دي دوني ونروحو نديرو هنايا بنفس الطريقة نديرو انتبه يرجى الضغط أولا على السهم مثلا، فهموا بالعقل السهم، واختيار ماشي السهم، أولا على الخلية وكتابة التاريخ من 2025 من عام 2025 فقط. هكذا شكرا بالشكل هذا وديرلو اونطري. شوف كي نديرلو 2024 واحد في 2024 نديرلو كود. شوف انتبه يرجى الضغط أولا على الخلية وكتابة التاريخ من 2025 فقط. يعني هنايا ما نقدرش ندير 2024 ولا 2023 ولا 2026. هنا حدد لي غير العام 2025. وين نلقى العام ماش 2025 ما يأكسبتيهاش. هذه حاجة. كيما شفنا نقدروا نديرو هذه رسالة تنبيهية، كيما نقدروا نديرو تحذيرية وإعلامية بنفس الشكل. متفاهمين؟ هذا كل باه نيفيتيو لي فوت قد ما قدرنا. هذا بالنسبة كيفاش تحدد المجال بين فطرتين وتبيرسوناليزيها. تقدر تخدمها ليطا تاعك شهر، تقدر تخدمها شهرين، تقدر تخدمها عام، تقدر تخدمها عامين، انت ولا دات دو ديبي تاعك ولا فا. دركا درنا كيف ندخلو الليستا ولا قائمة منسدلة، ودركا قدرنا كيفاه نبيرسوناليزيو الكولون تاع لي دات بين فطرتين. درك نروحو للأرقام ولا لي شيفر تاعنا. باغ اكزومبل عندنا الشيفر هذا، عفوا بالشيفر هذا عندنا يتكون من قداه كاركتر 2 4 5 6 7 كاركتر. عندك 6 أرقام وكاركتر واحد هو سلاش. هذا حنايا في إدخال البيانات قادر مثلا اللي يجي ورايا مثلا المستخدم واحد آخر يكتبو بالطريقة هذه هكذا. وانا حبيت نبيرسوناليزيه باش ما نغلطوش، باش ما يصراش تداخل. ساعات يكتبوا 3 أصفار قبل الرقم وساعات يكتبوا بصفرين وهكذا. واش ندير انايا؟ نديرو أول حاجة تروح تسيليكسيوني المجال تاعك، وتروح كيف بنفس الخطوات لدوني، وتروح للفاليداسيون دي دوني، وتروح هنا الأوبسيون. من الأوبسيون هنايا واش تأوتوريزي. خدمنا بالليستا وخدمنا بلادات، دركا بواش راح نخدمو مع الأرقام ولا لي كاركتر. كي يكون عندك لي كاركتر فيهم أرقام وحروف ولا رموز، واش تروح دير تأوتوريزي لونغور دو تكست بالطريقة هذه، وتروح يخرج لك من الدوني هذه يخرج لك مجموعة من الخيارات ثاني. أنا بار اكزومبل هذا راح نديرو ما يفوتليش 7، ما يقبليش قل ولا أكثر. واش ندير؟ نروح هنايا ندير إيكالا أ إكزاكت. هنايا يمدلي العدد تاعي تاع النيميرو تاع بوند ليفريزون هذا يمدلي 7. كي يكون قل من 7 يبعث لي ميساج، وقبل وكثر من 7 كيف ما يقبليش ويبعث لي ميساج. عفوا
نديروها بالشكل هذا إيكالا أ، ونديرو رقم 7 وندخلوه بالطريقة هذه سات كاركتر، ونديرولو قبل ما نديرو اوكي نكتبلو هنايا ميساج تسيجي انتبه يرجى كتابة الرقم بهذا الشكل، ونمدلو الشكل اللي راح نكتبو عليه، مثلا هكذا بار اكزومبل العدد 2025 بالطريقة هذه، ونقولو شكرا. تقدر تزيدها تقدر ما تزيدهاش، وديرلو اوكي. في حالة ما اذا هذه خرجت لك هنا، هاي تساعدو بزاف. شوف تخرج تكليكي، شوف يصرى التداخل ساعات بين هذه وهذه. شوف كي تجيك هنا ما يعرفش بلي هذه والله هذه، واش يدير؟ حنا نروحو نديرو ميساج داليرت، نديرو دوني فاليداسيون، تروح هنايا كيف يرجى هنا توقف ولا ستوب كيف، وتروح هنايا يرجى إدخال الرقم بهذه الصيغة. شكرا هكذا، وديرلو اوكي. شوف في حالة ما اذا هو جا ما على بالوش وكتب زوج اصفار ودار الرقم ودار 2025، شوف دير اونطري، شوف واش يكتب له: توقف يرجى ادخال الرقم بهذه الصيغة، يعني 3 أصفار و1 سلاش 2025. ما تكتبليش قل وما تكتبليش كثر، اوكي. يقول لك يعاود، واش تعاود؟ دير بار اكزومبل بالشكل هذا، نديروها 2025 ودير اونطري ويقبلها عادي. دركا كاين ناس توقع في الاشكاليه وما تبعوش الدرس الثاني. حنايا باش نقدروا نكتبوا صفر قبل رقم كيما هكذا، كي يجي يكتبها بالطريقه هذه تروح له. حنا واش نديرو؟ نروحو نبدلو له الصيغه. الصيغه منين تبدلها منا وديرها تكست هكذا تسيليكسيوني وين حبيت تكتب ودير هكذا بالشكل هذا، تظهر الأصفار بشكل عادي. كيف هنا تكتب له مثلا 11 رقم هكذا ولا أكثر، يقول لك ما نقبلهاش. تكتب له قل، يقول لك ما نقبلهاش هكذا. اوكي تكتبها سوا 1 2 3 4 5 6 7 يقبلها عادي. مي الميساج هذا ينبهك باللي راك غلط في الكتابة تاعك. بطبيعة الحال انت راح تشوف اللي قبلك واش تكتب نورمال هكذا. كنا تعرفنا على ميساج دو سيزي وميساج دالار ديرور. دركا نعاودو الفرق بيناتهم. هنايا قلنا الميساج تاعنا ميساج دو سيزي هنايا عبارة عن رسالة إرشادية لأي مستخدم واحد آخر، ويظهر قبل ما تبدا تكتب البيانات. شوف كيف يظهر. كي تكليكي هنايا، شوف نخرج ونكليكي هنايا يظهر لي ميساج دو سيزي تاعنا، يظهر لي قبل ما نبدا ندخل في البيانات تاعي ولا قبل ما نبدا نكتب. والميساج داليرت عبارة عن رسالة تنبيهية لأي مستخدم آخر، واحد آخر يجي وراك تنبهو ويظهر بعد يدخل بيانات. بار اكزومبل هنايا راح ندخل بيانات تاعي ونديرو اوكي. هنايا كتبتهم بشكل والله كتبتهم بالطريقة غلطة.
يمد لي ميساج يقول لي راك غالط والمعلومات تاعك اللي دخلتها مش صالحة، ويحذرك والله يعلمك والله ينبهك حساب الرسالة اللي درتها لمستخدم واحد آخر. هذه برك حطها بعين الاعتبار باش تفرق بيناتهم. اوكي اوكي اوكي. بون دركا نروحو نديرو تمرين خفيف كيما موالفين. في ليطا دو سويفي تاعنا هذه نروحو باغ اكزومبل نزيدو في ليطا تاعنا هذه نروحو نزيدو كولون الأعمار تاع لي كليون. درك نروحو نديرو لي كليون تاعنا نخرجوهم نجيبوهم من لاباز دي دوني تاعنا، نروحو لدوني فاليداسيون دي دوني ونروحو هنايا نأوتوريزيو ان ليست ونروحو نجيبوهم بهذا الشكل لي كليو تاعنا كامل ونديرو اوكي. هنايا وي امي عباس حددو عباس، وهنايا حددو هكذا بهذه الطريقة، ونوسعو في الكولوم بدوبل كليك كيما هكذا ونروحو نديروهم نتكيوهم على اليسار بالشكل هذا. دركا نروحو نزيدو كولون كيما تعلمنا من الاختصار من الكلافي تعبز على القفلة تاع كونترول ودير بليس بهذا الشكل هكذا. وهنايا تكتب اج، عفوا نبدلوها باللغة الانجليزية ولا الفرنسية ونكتبو اج تاع الكليو تاعنا كليون بالشكل هذا، ونجيبوهم بالطريقة هذه. هكذا نروحو باغ اكزومبل نديرو 18. هنايا نروحو نسيبريميو لا ليست دي رولون تاعنا كيما شفناها نديرو اوكي. هنايا نديرو باغ اكزومبل 18 لاج تاعو، واش من فورما دات، نبدلو الصيغة اللي شفناها من قبل ونكتبوها ستوندار عادي 18 32 60 25 36 41 هكذا بالطريقة هذه، ونديروهم في الوسط بالشكل هذا. دركا كيفاه نروح نبيرسوناليزيو الكولون تاعي باش ما ندخلوش اكثر من العدد المطلوب اللي كاين هنايا. قال مثلا لي كليو تاعنا من 18 حتى ل 60 سنة، ما نقدروش ما ندخلوش 70 سنة وهي ما كانش في لاليست تاعنا ولا ما كانش في لي كليو تاعنا، ولا ندخلو مثلا 15 سنة ندخلو عبارة عن كليو تاعنا العمر تاعو هذا. واش نديرو؟ نروحو نبيرسوناليزيو الكولون تاعنا. اول حاجة نسيليكسيونيو ونروحو نعبزو على دوني من دوني نروحو لفاليداسيون دي دوني ونروحو نخيرو ونروحو نديرو ميساج دو سيزي. هنايا نروحو لونغور دو، هنا قبيله خيرنا A1 دروك نخيرو كومبريز اونتر. هنايا من 18 سنة حتى ل 60 سنة. خارج المجال هذا ما يأوتوريزيش تكتبلو، ما يخليكش تكتب، ما يأكسبتيش، ودير وتروح هنايا تكتبلو الميساج تاعك. هنايا نبدلوها برك باللغة العربية. انتبه باش المبتدئ يفهمني والمحترف كذلك يفهمني. انتبه من فضلك، مثلا من فضلك ادخل
العمر بين 18 سنة و60 سنة. وشكرا على تفهمك، ودير اوكي. نعاودو نديرو كيف نعاودو نديرو ميساج دالار تاعنا هكذا: انتبه من فضلك، ادخل العمر بين 18 سنة و60 سنة، وشكرا، وديرلو اوكي. درك هنايا باغ اكزومبل هنايا راح ندخل مثلا 15 سنة غلط. شوف واش قالي. شوف يمدلي أول حاجة. شوف أول حاجة الرسالة التنبيهية تاعك. شوف الرسالة التنبيهية تاعك هنا، والله الإرشادية هذه واش يقولك: من فضلك ادخل العمر بين 18 و60 سنة، وشكرا. درك في حالة ما إذا هذه ديبلاصات لي كيما قلنا هنايا وما شافهاش المستخدم اللي ورايا، وجا راح يدخل مثلا 10 سنوات، شوف واش يكتب له: انتبه من فضلك ادخل العمر بين 18 و60 سنة، وشكرا. وكي يدير كي يخرج منها تروح، ما يخليكش، يمنعك باش تدخل هذا العمر. اوكي بالطريقة هذه. وهذه هي خوتي الأداة تاع فاليداسيون دي دوني، عليها قلنا أقوى وأذكى الأدوات اللي في الإكسل، اللي كي تكون تخدم بها تفرق بين واحد يخدم الإكسل عادي وواحد يخدم باحترافية عالية. وهكذا نختمو الدرس تاعنا بالتمرين التطبيقي العملي في البيال تاعنا. ها هم الخطوات درتها لكم هنايا، الخطوات باش تشفاو عليهم كيفاش ديروا لا ليست دي رولونت. ونروحو دركا نديرو تمرين تطبيقي عملي في البوند ليفريزون اللي شفناه في الدرس الثاني، ونطبقو عليه هذه المعلومات من فاليداسيون دي دوني. وجدنا لا باز دي دوني تاعنا تاع حنا واش راح نزيدو هنايا. نزيدو هنايا نو دو كليون، نو تاع الكليون تاعنا، ونديرو لي برودوي يظهروا لنا بطريقة احترافية. عندنا زوج حوايج ندخلهم في هذا الوثيقة تاع بون دو ليفريزون باش تولي اوتوماتيكية واحترافية. أول حاجة واش نروحو، هاي إنشاء قاعدة البيانات المراد إدخالها في القائمة. هاي قاعدة البيانات تاعنا، هذه وهذه نحتاجوهم في زوج. دركا ثانية تحديد كل خلية العمود. باغ اكزومبل راح ندخل هنا في العمود هذا ولا خلية، مش شرط العمود، تحدد الخلية تاعك وتروح دير لا ليست تاعك. مام هنا تحدد كامل الخلية تاعك اللي تخدم عليها في العمود وتخدم لا ليست تاعك. ثالث حاجة ولا الخطوة الثالثة تروح دير النقر على دوني، لونغلي دوني هذه، ومن دوني تروح لفاليداسيون دي دوني بالشكل هذا. ها تلقاها في الكوموند اوتيل دو دوني هكذا. من القائمة اللي ظهرت ولا النافذة اللي ظهرت تروح تخير اوتوريزي ان ليست، وفي الخانة تاع لا سورس تروح تحدد البيانات من قاعدة البيانات تاعك اللي درتها من قبل، ومن بعد دير اوكي. اي فوالا هنايا كريينا لا ليست دي رولونت تاعنا بطريقة سهلة. نروحو نبداو نعاودو نكليكيو هنايا سيليكسيونيو الخلية تاعنا وين تظهر لنا لا ليست دي رولونت، ونديرو دوني. من دوني نروحو لفاليداسيون دي دوني، ونروحو لأوبسيون ونأوتوريزي ان ليست، ونروحو لا سورس تاعنا نجيبو لي كليو تاعنا. هكذا بالطريقة هذه نحددوهم بالطريقة هذه، ونديرو اونطري وتظهر لنا الفليشة هذه. شوف تخير كيما بغيت. باغ اكزومبل اليوم بعت للسيد هذا درت له بون ليفريزون عادي. غدوة من غدوة عاود يجيني السيد هذا، والله قاعدة البيانات نكتب أي واحد جاني نطلب عليه الاسم تاعو نكتبو هنايا باش يظهر لي اوتوماتيك هنا، ونبقى نبدل بلا ما نشقى نكتب. هكذا تكون احترافية
وبلا غلطات. شوف معايا هكذا بهذه الطريقة الاحترافية. درك نروحو للحاجة الثانية، نجيبو لي برودوي تاعنا من قاعدة البيانات، نسيليكسيوني أول حاجة، نروحو لدوني عفوا، ونروحو فاليداسيون دي دوني، كيما نروحو نديرو لا ليست، نأوتوريزيو لا ليست ونروحو نجيبوها من قاعدة البيانات منا بالطريقة هذه، ونديرو اونطري ونخرجو الليستة تاعنا بالشكل هذا بلا ما نشقاو نكتبو، وبلا طبيعة الحال بلا ما يصرالنا غلطات. وهكذا نعمرو البيانات تاعنا بالشكل هذا الاحترافي هكذا. بالطريقة هذه، وكيف بكيف نقدرو نديرو مثلا ميساج دسيزي و ميساج داليرت، وهنايا ميساج دسيزي و ميساج داليرت بالطريقة هذه، ونديرو خلاصة على واش درنا من خلال أداة فاليداسيون دي دوني هذه. فاليداسيون دي دوني هذه أول حاجة نقدرو نتحكمو في المعلومات ونوع القيم الليست تاعنا، لا دات، كذلك في الأرقام بطريقة محكمة وبلا غلطات. نمنعو نيفيتيو لي فوت بلا ليست باش كي نكرييو لا ليست دي رولون تاعنا. وكيما نشوفو الخدمة تاعنا في البون دو ليفريزو كيما هكذا، خدمة احترافية وأنيقة و انتيليجون، يرفض الأخطاء وينبهك ويرشدك ويرشد المستخدم اللي يجي بعدك. من الدرس هذا من نوجهوه جو بونس نوجهوه لأي واحد عنده حاسوب، منقولوش أي واحد في الضمان، أي واحد عنده حاسوب، قادر يكون تلميذ من الأولى متوسط إلى غاية التعليم العالي وهو طالب جامعي أو حتى متخرج، ويكون موظف في أي شركة ولا في أي إدارة يحتاج هذا الدرس يطبقه وينظم به الخدمة تاعو بهذه الطريقة الاحترافية. خوتي هكذا وصلنا لنهاية الدرس تاع اليوم اللي اكتشفنا فيه أسرار قوة الأداة تاع فاليداسيون دي دوني. إذا عجبكم هذا لا فيديو واستفدتم، ما عليكم غير تدعيو لنا دعوة خير. وإذا عندك أي سؤال ولا أي استفسار ولا أي حاجة ولا أي حاجة ما فهمتهاش، خاوتي خلي الكومنتار ونجاوبكم. وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم باش يستافدوا. نشوفوكم في الدرس الجاي إن شاء الله بإذن الله، نشوفوكم في الدرس الجاي إن شاء الله، ونكتشفوا إمكانيات احترافية وأقوى في الإكسل. هذا وبارك الله فيكم على حسن الإصغاء. دمتم بكل خير. سلام.